في شويه حاجات بقى انا هلخصها لك كده، نصايح ما تسمعهاش اصلا. اول حاجه اعتزل ما يؤذيك. ازاي؟ انا حياتي كلها مؤذيه. مش عارفه هل ده بؤس ولا ده ليفل ايه، انا مش عارفه. مش حاجه اسمها كده. يعني في حاجه اسمها ان احنا نتعامل مع ما يؤذينا، اهي دي سكيل ان شاء الله نشتغل عليها في 2024. تاني حاجه اتعب دلوقتي ترتاح بعدين. دي امتى بقى؟ ان انا شفت حد عنده 70 90 100 سنه وبرده مش المرتاح ده. لا، ما فيش. غالبا اللي قال المقوله دي كان قصده بعدين فوق بقى، الله يرحمه. الناس بقى اللي بتديك نصايح بتايم لاين دي، لا انت تشتغلي وبعدين تتجوزي، لا اتجوزي وبعدين اشتغلي. اقول لك لا تتجوزي ولا تشتغلي، اقعدي في البيت. بص حضرتك، هو لا السنجل مرتاح ولا المطلق مرتاح ولا المتجوز مرتاح ولا اللي مخلف مرتاح ولا اللي مش مخلف مرتاح ولا اللي بتشتغل مرتاحه ولا اللي قاعده ست بيت مرتاحه ولا اللي بيقسط عربيته مرتاح ولا اللي غني جدا مرتاح. كلمتين بقى المحشورين في زوري. اهم حاجه مخليه كل اهدافنا وطموحنا من سنه 2007 مش عارفين نوصل لها، ان انا اسعى ان انا اعمل كل حاجه صح، كل حاجه بيرفكت، كل حاجه ناجحه فيها. مفيش حاجه اسمها كده. واضح في اهدافك، اشتغل حتى لو على حاجه واحده لمده سنه وابذل كل المجهود وكل الوقت عليها. عايزاك تشيل من دماغك المايند سيت بتاعه الحته اللي هي في كل حاجه دي. مرتاح جدا، انا مش بشتغل، انا معايا فلوس، انا كويسه. كل الحاجات دي مش حقيقيه، وحتى الليفل اللي انت بتتكلم عليه ده هيظهر لك مشاكل جديده ومشاكل تانية هتتعامل معاها. بالنسبه لي السعاده والراحه في كيفيه التعامل. اتعلم في كل الكاتيجوريز اللي في حياتك اتعامل مع الحاجات دي ازاي، بس لا الهدف منها ان انا اخلص منها او انها تنتهي او ان انا مفيش الكلام ده.